ده يوم في حياة عندها طفلين. النهارده بقى الجمعة، فحبيت ان انا اصحى بدري شوية. هو مكانش بدري قوي بس صحيت الحمد لله. اول حاجة بحب اشغل القرآن، سورة البقرة طبعا يوم الجمعة، وبجد بحس بشعور حلو قوي. وقررت ان انا مش همسك الموبايل، انا بس صورت لكم اللي انا بعمله عشان ما اقعدش ارد على مسجات ولا اي حاجة، وابقى اخلص كل اللي ورايا بسرعة. طبعا عملت بخور، وبرده ده من اساسيات يوم الجمعة، لازم كده احط بخور ولازم يبقى ريحته عود او مسك، الروايح الحلوة دي. عملت لي بقى قهوه، بحس ان القهوه احلى من الكوفي او بتفوقني اكتر، مش عارفه هو انتوا كده ولا لا. المهم بقى بخرت البيت كله، ودي اكتر حاجه انا بحبها. خدت الشاور بتاعي طبعا، وبعد كده صليت والحمد لله. شربت كوبايه القهوه بتاعتي. كان عندي بقى حبه غسيل كده بقالهم اكتر من اسبوعين والله محطوطين من قبل عيد ميلاد نوح، وهما محطوطين كده، وبحاول ان انا اخلص حاجه في حاجه. ليلى بقى كانت هنا بتفكر ان هي تنتحر، واللي بيسأل على استاذ نوح هو بيتفرج على فلافيل وبيحبه جدا، لو هيفضل طول اليوم قاعد قدامه فالصراحه بيريحني. مسكت بقى البتاعه دي جايباها حلوه قوي ساعه لما كنت جايبه السرير بلم فيها الدايبر وكل حاجه انا بستخدمها، فبتسهل عليا كتير. عايزه اقول لكم ان السفره محطوطه كده من يوم عيد ميلاد نوح. استاذه ليلى بقى حبيت الغيها باي حاجه عقبال ما اخلص ترويقه السرير. شلت كده فرش، طلعت البطانيه عشان الجو بدأ يبرر، واستاذه ليلى طلعت سنتين فبنحتفل بيها مع بعض. فهنزل لكم ستيشن قريب وبس كده.